كنظن كلشي هاد الايام غيكون سمع بقصه جيسيكا رادكليف اللي كيقولوا فيها ان حوت الاوركا هاجمها وهي كتادي واحد العرض قدام بزاف ديال الناس. هاد الخبر انتشر بالزربه في السوشيال ميديا وكلشي ولا باغي يعرف واش هادشي حقيقي ولا غير اشاعه وكذوب، وداكشي علاش جيت في هاد الفيديو باش غنعرفوا قصه جيسيكا واش حقيقيه ولا لا. فإلا كنتي باغي تعرف الجواب في هاد الفيديو غنبغيك دابا تهبط دير معاك ديك سبسكرايب وتفعل الجرس وتكليك على ديك لايك باش تسيبورتيني وتحفزني نكمل في هاد القناه. ويلا نبداو الفيديو. اولا خليونا نعرفوا شكون هي جيسيكا رادكليف. هي واحد البنت امريكيه اللي عندها 34 سنه، ومن الصغر ديالها وهي عزيزه على هذا العالم ديال البحر والحوت، وكانت ديما هي وعائلتها كتنقل من بلاصه لبلاصه باش تفرج في بحال هاد العروض. وقررت مني تكبر تولي مدربه كبيره للحوت وتعيش دوك الاجواء اللي كيجيوها واعرين. ومني كبرات اعتنت بواحد من صغار الاوركا ودوزات معاه اكثر من 15 عام وهي كتدرب فيه وكتقدم عروض معاه، ووصلت هي وياه لواحد المستوى واعر في الانسجام اللي كان بيناتهم، حتى ولات مشهوره بزاف وكلشي ولا كيدوي عليها وكلشي ولا باغي يتفرج في العروض الواعرين ديالها، حتى لواحد النهار المشؤوم وفين كلشي غادي يتبدل. ودابا غادي نهضروا على القصه اللي انتشرت هاد الايام في السوشيال ميديا. فكيتقال على انه جيسيكا كان عندها واحد العرض عاوتاني، وكالعاده الدنيا كانت عامره وكلشي باغي يتفرج فيها والامور كانت عاديه. فبدات كتقدم العرض ديالها هي والحوت، حتى في واحد اللحظه من اللحظات الاوركا غيتبدل السلوك ديالها وغتولي عدوانيه، حتى انه الناس لاحظوا داك الشيء وهما في وسط داك الشك ديالهم حتى الحوت غينقز وغيطيح على جيسيكا، وهادشي كيف ما عارفين كيشكل خطر عليها، حتى واحد شويه هادشي غيتزاد على حدو وتما فين الاوركا غيفترسها قدام كاع اللي كيتفرجوا. وهنا كانت النهايه ديال جيسيكا رادكليف. ايوا خليني عزيزي المشاهد نقول لك بلي هادشي كامل اللي عاودت لك دابا من الاول حتى الاخر كامل كذوب. لا ما تفهمنيش غلط ويتسحب لك غير تفليت عليك في هذا الفيديو كامل، بل بغيت نفهمك كيفاش بقصه وشخصيات خياليه قدروا يضحكوا على الناس ويخلقوا ترند من والو، وحتى الناس تبارك الله عليهم ملي كيتفرجوا في بحال هاد الفيديوهات هادو ما كيخدموش دماغهم وكيبقاو غير يبارطاجيو. فإلا شتي في هاد الصور غير شويه ودققتي فيهم غتعرف بلي هادشي هذا مخدوم غير بالاي اي. ولا كنتي باقي شاك وما تيقتينيش فنبغيك تسول واحد السؤال دابا انت وراسك، شكون هي جيسيكا رادكليف؟ فإلا مشينا قلبنا على شكون هي جيسيكا رادكليف ما غتلقى حتى شي معلومه. فكيفاش واحد الشخصيه اللي مشهوره ما عليها حتى شي معلومه وحتى شي موقع اخبار موثوق ما كيدوي على الحادثه ديالها ولا الوفاه ديالها. وسبب واحد اخر كيأكد لنا على انه هادشي هذا كاع ما حقيقي، هو انه ما كاينين لا فيديوهات ولا تصاور على هاد الحادثه. ففي بحال هاد العروض كتلقى الناس كلهم كيصوروا وكيوثقوا الاحداث اللي كيوقعوا. فكون كانت شي حقيقي كيف ما كيقولوا كنا غنشوفوا فيديو ولا جوج مسربين على جيسيكا كتاكل فيها ديك الاوركا، يعني غتشوف الفيديو غتعرفوا بلي حقيقي، ولكن كاع الفيديوهات والتصاور اللي بانوا مختلفين كلهم على بعضياتهم وباينين واش مخدومين بالاي اي. ولكن عاوتاني كاينه واحد القصه حقيقيه كانت وقعات ونفس البلان اللي داوين عليه ديال جيسيكا. هاد الحادثه اللي غنعاود لكم دابا وقعت في سي وورد في 24 فيفري 2010. الا كنتو دابا كتسالوا شنو هي سي وورد فهي واحد البلاصه فين كيتفرجوا في الاوركا، وعلى حسب ما كيقولوا فهي اشهر بلاصه كتقدم بحال هاد العروض. المهم خليونا نرجعوا للقصه ديالنا. كيف ما كنت قلت لكم في 24 فيفري 2010 واحد المدربه ديال الاوركا اللي سميتها داون برانشو فغتكون كتقدم واحد العرض ديالها هي والحوت ديالها اللي سميتو تيليكوم، حتى في اللحظه الحوت ديالها غيشدها وغيهبطها لتحت الماء وغيبدا يلعب بها، وفي ذاك النهار بالضبط غيسالي ليها الحياه ديالها. فالخلاصه ديال هادشي هذا كامل هو هذا الخبر اللي انتشر غير كذوب وما كاين منه حتى شي حاجه، وما كاينه حتى شي حاجه كتاكد ان قصه جيسيكا حقيقيه. فالمهم حاولت في هذا الفيديو هذا نوضح لكم قدر الامكان انه هذا كاع ما حقيقي وما كاينش، والخبر غير مزيف وانتشر. خليو لي الراي ديالكم على هذا الشيء هذا او على هذه القصه هذه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاي.